اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا حلقة جديدة ومميزة، والعطل ده اللي احنا بنتكلم عنه هو مش عطل، هو تقدر تقول ظاهرة وموجودة في اي بيت، سواء في غسالة، في ثلاجة، في بوتاجاز، في اي جهاز عندك هتلاقي البرومة موجودة. البرومة اللي هي باختصار الصدى. طيب ايه حل الصدى؟ ايه، انا عندي التلاجة من تحت فيها تآكل، فيها صدى، او في الغسالة او في البوتاجاز ايا كان الجهاز في صدى عندي في الصاج. ايه الحل؟ والحل النهائي اللي ملوش رجوع تاني. في ناس بتقول ان بتدهن زيت زي زيت السيارات كده، بيدهن على المكان اللي فيه صدى فبيوقف الصدى. لا طبعا، مفيش الكلام ده. هو وفي ناس بتلجأ لقطعة صنفرة بالشكل ده، بتصنفر المكان اللي فيه صدى وبعد كده ترشه دوكو وشكرا، خلص الكلام. برضو ده مش الحل النهائي. خلينا مع بعض انا اوريك الحل النهائي للبرومة بحيث انها تنتهي من عندك، ما ترجعش تاني الا في حالة نزول مية على جسم الجهاز تاني. يعني انا عالجت البرومة بالطريقة الصحيحة اللي انا هوريها لك حاليا، ورجعت المية. لو انا عندي تلاجة وبدأت تخر مية، انسد عند الصرف وبدأت تنزل مية في على جسم التلاجة، على الهيكل الخارجي، هتعمل صدى تاني. بس احنا بنقول ان ده الحل النهائي. ما تخليش البرومة تسرح في التلاجة وتبدأ تاكل فيها لغاية ما تجيب اخرها، او في الغسالة او ايا كان الجهاز اللي عندك. فلنفترض مثلا، يعني انا حاليا ما عنديش جهاز ان انا اشرح لك عليه، فنفترض مثلا قطعة زي دي انا عندي فيها صدى اهو بالشكل ده. طيب ايه الحل معايا؟ ان انا نزيل الصدى ده هو وما رجعش معايا تاني. هتجيب اول حاجة قطعة صنفرة خشنة، تمام، وهنبدأ نصنفر الصدى كده اهو. طبعا هتكون معاك اي قماشة ناشفة بحيث ان احنا لما نوصل لاخر حاجة في الصدى تظهر معايا اللمعان بتاع الصاج نفسه. هنبدأ زي ما وريناكم، هنبدأ نصنفر كده بالطريقة دي كده. لو انا على فكرة عندي الصاروخ بقطعة الصنفرة بتاعته، بس ببسط لك الامور علشان ما اعقدلكش الموضوع لو انت حابب تعمل جهازك بنفسك في البيت. لو عندك امكانية للصاروخ هيكون افضل لو عندك صاروخ واسطوانة صنفرة، اسطوانة صنفرة مش قطعية. هتبدأ تنظف بالشكل ده كده. اهم حاجة توصل للون ده، لون الصاج، عشان انت تبقى شغال صح لازم توصل للون ده. طبعا انا مش مهتم بالكلام ده، لا انا بس حابب اوريك، لان انا المفروض شايف الحاجات البسيطة دي خالص اهي، دي انا المفروض اشيلها ما اخليهاش معايا. بعد ما عملنا الصنفرة كده بالطريقة دي، هتبدأ اي مزيل صدى عندك وهتبدأ هترش على المكان اللي كان فيه البارومة، تمام. هتسيبه لمدة 5 دقايق. هترجع بعد ال5 دقايق. طبعا انا مش هسيبه لان دي اساسا انا مش لازماني في حاجة، انا دي بعملها عشان خاطر اوضح لك فكرة الفيديو. بعد ال5 دقايق هنبدأ هنعمل كده، هتلاقي الدنيا لمعت معاك اكتر واكتر بالشكل ده اهو. بعد ما الدنيا نشفت معايا
لو لقيت الامور لسه محتمله هنديها ايه سنه صنفره تاني، مش عايزه خلاص. طبعا على وضع وشكل الصاج ده انا لسه طبعا عايز صنفره عندي، بس انا معلش مش هتعب نفسي على حاجه انا مش محتاجها. انا كل اللي عايز اوضحه لك فكره الفيديو مش اكتر. يعني حضرتك مختصر الكلام المفيد، لو عندك حتت لسه قاعده فيها الصدى زي كده، لا خليك وراها، اتعب نفسك شويه وهتعمل شغل كويس. وبعدين يعني انا شايف ان مش محتاجه مجهود كبير. طيب بعد ما صنفرنا ورشينا مزيل الصدى وبقي الوضع على ما هو عليه كده، انا هعمل ايه كده؟ هرش سبراي؟ ما عملتش حاجه. طيب ايه الحل يا هندسه؟ هتجيب من عند اي حد بتاع حدايد وبويات، هتجيب منه العلبه دي اسمها معجون حديد، هتيجي بالشكل ده. دي معجون الحديد وده المصلب بتاعه او المثبت، ده اللي بيخليه يجف. طيب هنبدأ مع بعضنا نفهم هنشتغل ازاي واحدة واحدة. معجون الحديد من الداخل طبعا دي انا مستخدمها قبل كده، تمام؟ هيبقى بالشكل اللي انت شايفه ده اهو، تمام. هنبدأ ناخد حتة. طبعا لو عندك المكان اللي فيه البارومة كبير، ما تفكرش انك انت تاخد قطعة كبيرة وتشتغل بيها لانها هتنشف معاك، هتعمل على كذا جزء، تمام. انا خدت المقدار ده اهو. هنبدأ سنة بسيطة خالص من المصلب، سنة بسيطة خالص، يعني دي على الكمية اللي قدامي دي كتير اهو، برضو عشان تراعي انها هي ما تنشفش منك سريعا وما تلحقش تعمل فيها اي حاجة. طبعا المفروض انا معلش بس عشان الامكانية انا المفروض تستخدم سكينة معجون ولو حتى قديمة، لانها هتساعدك انك انت تطلع منظر مستوي وكويس وما تتعبكش فيما بعد في الشغل. هنبدأ هناخد من المعجون وهنمشي على ايه؟ على الجزء اللي احنا صنفرناه بالشكل ده اهو اهو. طبعا انا المفروض ما ادهنش هنا، لكن زي ما انا قلت لحضرتك انا كله بحاول اوضح لك. طبعا انا عندي هنا تطبيقة، لو انا زودت هنا اهو، زودت المعجون والسكينة معايا سكت المعجون، هتبص تلاقي السطح بيجي مستوي معايا زي ما هو اهو بالشكل ده. طبعا ما تنساش بعد ما تخلص بالعبوة تغلقها اغلاق محكم، لانها لو فضلت مهوية حاجة بسيطة هتجف معاك بدون ما تستخدمها تاني. طبعا هتنتظر لحظات يجف، يعني تقريبا في حدود من 3 إلى 5 دقايق هننتظر يجف ونرجع نكمل معاكم الفيديو. وكده يبقى الجزء ده جف معاك. طيب للعلم عشان ما نتوهش مع بعضنا، في حاجة حابب اقول لك عليها. الكلام ده بينطبق فين؟ في اي جهاز او اي معدن يكون الصدى سطحي بالشكل ده كده اهو. شايف؟ يعني ايه سطحي يا هندسة؟ سطحي يعني ما عاملش تآكل في الصاج نفسه، مش واكل. يعني اسف جدا على المنظر، ولكن مضطر اوضح لك الدنيا. يعني انا عندي مثلا هنا عامل تآكل واكل معاه الجزء ده،
البارومه فضلت لغايه ما عملت معايا بالشكل ده اهو، زي ما انت شايف. بص كلت معايا الجزء ده هو تماما اهو. فطبعا اللي فيه جزء متآكل ده ما ينفعش فيه الكلام ده. الكلام ده لو انت لاحظت بدأت البارومه في الجهاز بتاعك وعاوز تلحق الكلام ده. طيب احنا خلصنا وده جاف. خلصنا كده خلص الكلام؟ لا، لسه فيه كمان معانا خطوتين. الخطوة الأولى، أنا عشان أكسب ملمس ناعم نفس ملمس الجهاز نفسه، إن مشيت إيدك مثلا على التلاجة كده هتلاقي ملمسها ناعم، لو أنا مشيت إيدي هنا هلاقي الملمس ده خشن. طيب أعمل إيه يا هندسة؟ صنفرة تاني يا باشا وارجع معايا ناعم الكلام ده هو كويس. طبعا هو برضو ما جفش معايا كويس لان انا ما لحقتش ما كملتش، بس انا حبيت اوضح لك الدنيا. طبعا هتمشي ايدك كده بعد ما عملنا كده انا اهو، هننفض الكلام ده كويس، هنمشي ايدنا هنا هنلاقي الملمس بيجي ناعم. بس اهم حاجة انك تسيب المعجون يجف كويس عشان لما تمشي كده عليه بالصنفرة. يعني بص هنا اهو، انا عندي اجزاء عالية اهي واجزاء واطية اهو، انا كده لما امشي عليه بالصنفرة ما يخلعش معايا تاني. هنبدأ بعد ما صنفرت هتبدأ تشتغل على السبراي بالشكل ده اهو. طبعا انت هتختار اللون على حسب الجهاز بتاعك، بتجيب العبوة دي هتكفيك وهتزيد منك على حسب الجهاز بتاعك. يعني انا عندي التلاجة بيضاء هختار الابيض، خضرة هختار الاخضر، ايا كان صفرة هختار الاصفر، ايا كان اللون هنختار اللون. وبالشكل والطريقة دي كده دي مش هترجع معاك تعمل بارومة تاني، لان كده انت عملت الحل النهائي اللي ما فيهش رجوع للبارومة تاني. الكلام ده في حالة الصدى السطحي اللي هو بالشكل ده، انما الصدى اللي هو عامل تآكل معايا في الجسم وكل منه اجزاء بالطريقة دي هيبقى مش حل معاك اللي احنا شغالين فيه. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.